بس مصدوم ولا شكلك مصدوم كابتن هيثم؟ الشوط الاول، المباراه اجمالا كيف شفتها؟ مصدوم، مش مصدوم بس ما انت مستوعب؟ لا، متوقع انه ممكن يحدث هزيمه، لكن بالشكل هذا وبالشيء اللي احنا شاهدناه يعني حاجه صراحه في فريق كفريق نادي النصر مفترض انها ما تكون. على كل حال النصر لابد ان نكون اكثر منطقيه وواقعيه بان الفريق لا يملك ولا اي حاجه، لا من الناحيه الفنيه بقياده جوميز ولا من الناحيه من ناحيه اللاعبين في داخل الملعب. فريق بدون هويه، فريق بدون تنظيم داخل الملعب، فريق بلياقه ضعيفه. وارجع واثني على كلام ابو عبد الله معلقنا الكبير عامر، انه في تركيا ايش قاعد يسوي؟ زين، احنا دائما نقول اذا نشاهد فريق بالشكل هذا فمعناته ان اسباب لابد ان نسلط الضوء على مدرب الفريق. وليش نقول مدرب الفريق؟ لان الفريق بدون هويه، الهويه غير موجوده، يعني لذلك لا بناء هجمه. يعني حتى حسن انت تتكلم بالموضوع بالنقطه هذه بحكم النتيجه ولا بحكم ايضا المستوى، انه برضه يعني لو كانت النتيجه 1-0 كانت بتختلف؟ لا انا اتكلم عن حاجه فنيه. زين، ماني شايف شيء، انا اتكلم ماني شايف اي حاجه. اتكلم يعني في مدربين تشوف لهم بصمه، تشوف لهم حتى لو انهزم بنتيجه 4 على سبيل المثال. صحيح. احنا ما في اي بصمه، احنا اقول احنا نادي النصر ما في ولا اي بصمه، يعني حتى رغم النصر كابتن حسين معليش. نعم، اقول انت تحت نجوم النصر. نعم، على اساس كذا اقول احنا يعني هذا عشق عاد ما في، هذه ابره ما راح تطلع من جسمك ابد. انزين، فعلى اساس كذا انا اقول العلاج لازم يكون بدري. يعني احنا الان نتكلم في كره القدم لابد ان يكون عندك كميه عدد جيد او ممتاز في وسط الملعب. انت عندك كميه ولكن بدون ادوار. اطراف، انا اعتبر اطراف نادي النصر نثينج. يعني من المنبر هذا انا اقول للامير فيصل عندك باقي خانتين، لازم تجيب اطراف على مستوى عالي، على مستوى عالي، على اساس انه يكون مظهرك افضل من كذا. ونرجع ونقول كمدرب، انا وجهه نظري الشخصيه مدرب برازيلي ما عاد يصلح في الكره السعوديه صراحه. يعني ما في ذاك المدرب اللي ممكن ينفع، مدرب اوروبي فقط لا غير كمدرسه يعني. زين، لاعبين يعني ما ادري متى راح يستفيدون من تجارب والروح مفقوده، ما ادري متى عاد تعود الروح. ان شاء الله نشوف النصر في الدوري. اتمنى. احنا نتكلم الان ان هذه دروس، لكن لابد انك تكون جدي فيها وتكون يعني تعالجها. زين، لكن في بوادر، ما في بوادر. انا ما اشوف شيء نادي النصر كخطه، يعني كخطه على سبيل المثال واضحه. نعم. كابتن